السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان انت تأخر حاجة انت مش مستمتع بيها، ده امر شائع ووارد وكلنا بنعمله في اوقات. طيب احنا النهارده هنتكلم عن التسويف او المماطلة. طيب فكرة ان انت تأخر المهمة لغاية اخر وقت او لغاية بعد الوقت المفروض، او ان انت تفشل في التنظيم لنفسك. وتفشل في التنظيم لنفسك ده عن طريق ان انت بتتميز بتأخير عقلاني للمهمة. يعني ايه تأخير عقلاني؟ يعني بعمل كده بمزاجي، بأخر الحاجة بمزاجي على الرغم من النتائج السلبية اللي أنا عارفها. أو إن أنت يعني ما تندمش إن الموضوع إن أنت فاتك حاجة. وده ممكن يكون نتيجة إن أنت بغض النظر عن التزامك أو تنظيمك للموضوع، إن أنت تكون مثلا بتتفرج على التلفزيون، على الموبايل، ايا كان اللي بتعمله. طيب ايه الاسباب؟ اول حاجه عشان نتكلم عن الاسباب لازم بس نحط كده كذا مثال للموضوع. ان انت كان في اسبوع عندك مثلا كنت المفروض ان انت تعمل فيه مشروع وقعدت تاخره لغايه لو كل يوم تاخره عشان انا هعمله بكره انا هعمله بكره لغايه لما الوقت فات. او ان انت كان في مهمه المفروض تعملها وما عملتهاش عشان انا مش قادر دلوقتي. طيب من اكبر العوامل اللي بتخلي في مماطله او تاجيل للحاجه اللي احنا بنعملها هي فكره ان احنا لازم نحس بالمزاج او بالالهام، او يكون عندنا دافع عشان نعمل الحاجه دي. طب اسباب ايه بقى؟ يعني انا ليه باخر وليه بماطل؟ هل في سبب محدد للموضوع ده؟ لا، في عده اسباب طبعا، كل واحد وتفاصيله وكل واحد وشخصيته وكل واحد بيتعامل ازاي مع الموقف. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه، وانت تشوف بقى انت فين من الاسباب دي وتبتدي تشوف مشكلتك دي هتقدر تحلها ازاي بعد ما نتكلم في الموضوع. طيب في واحد بيبقى عنده تقدير زيادة للوقت اللي هيخلص فيه المهمة. في واحد تاني عنده تقدير زيادة في التحفيز النفسي، يعني انا لازم احفز نفسي قوي على بال ما اقدر اعمل الكلام ده. في واحد تاني بيبقى عنده تقدير اقل للوقت اللي المفروض يخلص فيه المهمة. يعني المهمة المفروض او الحاجه اللي هو المفروض يعملها تاخد 4 ساعات، هو لا انا اخلصها في ساعتين. طيب غير كده وكده ان انا ما عنديش مزاج ان انا اعمل دلوقتي، ماليش مزاج، انا مش في المود، انا ممكن اخلصه في اي وقت. طب عادت اخر لحظه. طب او ان هو يكون مش عارف هو المفروض يعمل ايه، يبتدي ازاي، او المفروض يعمل ايه دلوقتي. طب المفروض ابتدي في المهمه دي ازاي، اعملها ازاي. النسيان، الغرور بتاع ان انا ممكن اعملها في اي وقت، انا مش هتاخد مني وقت، انا وقت ما احب ان انا اعملها هعملها، فالموضوع ما يشغلنيش يعني الكلام ده. او ان هو يكون عنده كسل، او ان انا لازم اخد القرار الاول، انا هعملها ولا مش هعملها. طب هعملها ازاي. ضعف الصحه مش كويسه، ما عنديش صحه كويسه تستحمل ان انا اكمل الموضوع، ما عنديش روح ان انا اكمل الموضوع، لا انا ابتديت الموضوع صعب شويه. طب طب انا هفضل قاعد كده، لا انا ابتدي، طب اقوم اتفرج على التلفزيون شويه، طب اقوم اغسل وشي، طب اقوم امسك، طب ايه اللي جالي على الموبايل، التشتت، الكلام ده كله. كمان في حاجه اسمها التحفيز الحالي. التحفيز الحالي ده هو سلوك انساني بيحصل فيه ان او بينتج عنه تاجيل ومماطله، عشان هو عايز يحفز نفسه او يكافئ نفسه. فاللي هو زي مثلا ايه، طب مش انا عملت، لا انا هقعد شويه، انا تعبت من كتر التركيز في ان انا اعمل مشروع، طب انا هقعد شويه اركز مثلا هتفرج على التلفزيون عشان افصل، هقعد على السرير كده اهدى واتركز في التلفزيون. هو ده التامل، ان انا اعمل كل ده ملوش اي حاجه تانية. كمان في شويه امراض نفسيه زي الاكتئاب، زي الوسواس القهري، زي ان انت فرط الحركه او نقص الانتباه. كل الحاجات دي بتأدي وبتخليك ان انت تماطل في الحاجه على بال ما تعملها. طيب هل في انواع من التسويف؟ طبعا في انواع من التسويف او المماطله. في التسويف اللي هو او المماطله السلبيه، وفي المماطله اللي هي النشطه. طب السلبيه دي اللي هي ايه؟ اللي هو بيأجل المهمه عشان اولا عنده مشكله في اتخاذ القرار هو يعملها ولا لا. يعني انا لازم اقعد افكر انا هعمل دي ولا مش هعملها، وطبعا على بال ما اقعد افكر انا هعمل دي ولا مش هعملها يكون الوقت عدى. طب دي السلبيه. الايجابيه بقى واللي هي النشطه بنسميها ان هو طبعا يبتدي يسوف عشان انا لازم يكون مودي حلو، او لازم اكافئ نفسي، او لازم اعمل حاجه الاول على بال ما ابتدي
اخش في المود عشان اعملها. فالحاجات دي كلها طبعا بتعمل مشاكل، ان انا مش قادر ادخل في الموضوع على طول. طيب في انواع تانية، في انواع تانية. في واحد عايز الحاجه كلها حواليه تبقى جاهزه وكامله ومفيش اي مشكله عشان اقدر احقق او اقدر احدد الحاجه اللي انا اعملها وابتدي اعملها. في واحد تاني يقعد يحلم، طب ما انا اعملها بالطريقه دي، طب اصل انا لما اعملها كده هتبتدي لا لازم يكون في كذا وفي كذا، يا سلام لو في كذا هتبقى الموضوع منتهي. واحد تاني اللي هو بنسميه المتحدي المستفز، يعني لازم الحاجه تستفزه عشان يعملها، ما يعملهاش كده، لا لازم الحاجه تستفزه وتكون رخمه بالنسبه له تخليه يتنرفز عشان يعملها. واحد تاني قلوب بيعمل الحاجه وهو قلقان فيبتدي يأجلها. واحد تاني بيعمل مصيبة عشان يعمل الحاجة، لازم يعمل مصيبة عشان يعمل الحاجة. طيب دي الأسباب والأنواع والكلام ده كله. طب أنا إزاي بقى هتغلب على المماطلة دي؟ هعمل إيه عشان أبتدي من موضوع المماطلة ده أتغلب عليه؟ أول حاجة عشان أعمل الموضوع ده لازم الأول أتحكم في ده، أتحكم في مخي شوية وأركز في إن أنا أبتدي أشغل مخي بالطريقة الصح. الطريقة الصح اللي هو أنا هعمل إيه عشان أبتدي ما مطلش. لازم الاول تحط في دماغك ان انت مش عايز تعمل الفعل بتاع المماطله ده، وان ده ليه اثار سلبيه عليك، وان ده ممكن ياخرك في شغلك، ممكن يخسرك كتير، ممكن يخليك في وقت معين واحد بيدرس، واحد بيعمل ماجستير، واحد بيعمل دكتوراه، ايا كان يتاخر، واحد بيعمل مشروع عشان يسلمه لناس معينه عنده في الشغل يتاخر عليه. طيب فانا لازم احط الاول عقليتي دي ان انا عايز اتغلب على المماطله دي. طيب فاول حاجه هعملها ان انا هعمل قائمة مهام كده، يعني هكتب تو دو ليست او هحط كده نوتة واكتب فيها انا المفروض اعمل 1 2 3. لو هعمل مشروع من اول دقيقة انا خدت المشروع، او من اول دقيقة اتقال على المشروع انا لازم اركز فيه، انا هعمل 1 2 3. طيب المشروع ده محتاج ايه عشان اعمله؟ طب انا هبتدي ازاي؟ هبتدي امتى؟ لا انا هحط جدول كده. تاني حاجة خد خطوات البيبي. يعني ايه خد خطوات البيبي؟ يعني مش لازم ابدا انا هخلص هوصل لايه؟ انا نط نقطة كبيرة، طب اصل ده هيوفر لي وقت. لا ابدا خطوه خطوه، ابتدي كل حاجه اول ما تلاقيها، اول ما تتفرض عليك او تبقى موجوده او انا لازم اخلصها، افرض على نفسي ان انا ابتدي خطوه بيبي واحده واحده كده. خلي بالك من العلامات التحذيريه. يعني مثلا ايه؟ النهارده انا خدت المشروع النهارده المفروض اعمله النهارده، او المهمه النهارده المفروض اعملها، لا طب هبتدي بكره، اصل انا لسه راجع، اصل انا كذا، اصل انا تعبان، اصل كذا. لا انا ابتدي في الاول احط خطه، والخطه دي اول خطوه لان انا هعمل ايه. تاني حاجه ابتدي كذا. التالت حاجه ان انت ابتدي ابعد عن التشتت، الموبايل، التلفزيون، الناس، الكلام ده. انت عندك مهمه معينه، طيب انا هقفل بقى على نفسي كده شويه لغايه لما اخلص. ابعد عن الحاجات اللي بتشتتك. مش اصل جالي مكالمه، لا اصل هرد على كذا، لا اصل هعمل كذا، لا اصل طب اصل جات لي رساله على الواتس، لا اصل جات لي كومنت على لا ابعد عن الحاجات دي خالص. وكمان ابتدي كافئ نفسك. فانت اول حاجه ان احنا هنعمل تو دو ليست، يعني هنعمل قائمه. تاني حاجه هبتدي خطوه البيبي، ان انا هبتدي في الاول خالص، هعمل خطه للحاجه انا هعملها ازاي. ابتدي ابعد عن العلامات التحذيريه. اول ما الاقي نفسي هاخر نفسي ابتدي ابعد انا بقى، دي علامات تحذيريه. اول ما احس انا عايز انام، طب بكره، طب اصل انا مش في المود، طب لا دي علامات تحذيريه، يبقى انا هبعد عنها. هبعد عن تشتت الموبايل، التلفزيون، مكالمات التلفزيون، مكالمات التليفون، رسائل على الواتس، هبعد عن الكلام ده كله. واكافئ نفسي لما احس ان انا ابتديت انجز في الموضوع. اكافئ نفسي لان ايا كان بقى انا كل واحد وشخصيته وكل واحد بينجز نفسه. طيب الكلام ده كله احنا قلنا كل الانواع وقلنا الاسباب وقلنا نعمل ايه. انا عايز بقى كل واحد يقعد كده مع نفسه ويشوف في كل اللي احنا قلناه ده هو ايه الحاجه اللي هو بيعملها واللي بتخليه يأخر او يأجل او يماطل. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.